انت حر يا ممدوح، وانا مش ممكن اغصبك تعيش معايا، خصوصا ان في واحدة غيري في حياتك. اذا احنا متفقين نتكلم بقى في بعض الترتيبات اللي لازم تحصل. ترتيبات؟ ترتيبات ايه؟ يعني النفقة، مصروف ليكي وللأولاد. الولاد؟ أيوة، طارق وهشام. الولاد أنا متنازلة لك عنهم. أنت بتقولي إيه؟ بقول اللي سمعته. بس ده مش ممكن. بالعكس، ده اللي المفروض يحصل. أنا عارفة قد إيه أنت بتحبهم وقد إيه هم متعلقين بيك. أيوة، لكن وجودهم معاك أحسن، وأنا متنازلة لك عن حضانتهم. أنت مش شايفة إن دي حكاية غريبة شوية؟ هي إيه اللي غريبة؟ موقفك يا سعاد. إزاي ترفضي حضانة ولادك؟ المسألة بسيطة. أنا دلوقتي بفكر بعقلي مش بقلبي، وما دام أنت هتتجوز تاني يبقى ده حل كويس. حل كويس؟ طبعا، لأنك بالطريقة دي هتوفر لهم الجو العائلي اللي هيتحرموا منه لو كانوا معايا. بس أنت أمهم. كأنك ناسي إنك أبوه. مش الفكرة، أنا قصدي يعني إن مهما كانت مرات الأب طيبة مش ممكن تكون في منزلة الأم مع الولاد. والله أنا قلت رأيي. شوفي يا سعاد، لو كان الموضوع موضوع فلوس اطمني، أنا هتكفل بكل طلباتهم. الحكاية مش حكاية فلوس ولا طلبات. طب يبقى بقى ليه أنت متحكمة بالطريقة دي؟ أنا مش متحكمة، أنا بدور على حقي. حقك؟ طبعا، مش من حقي أنا كمان أبدأ حياة جديدة؟ مش يمكن أتجوز؟ تتجوزي؟ ليه لأ؟ وطبعا في الحالة دي يبقى القانون بيديك الحق إنك تاخد الولاد لو كانوا في حضانتي، يبقى الأحسن إنك تاخدهم من دلوقتي. يعني ده رأيك النهائي؟ أيوة، وفي حاجة تانية. إيه هي؟ أنا اللي هسيب لك البيت. هتروحي فين؟ هعيش في بيت بابا. بس البيت ده من حقك أنت. سيبك من حقي وحقك، من دلوقتي كل واحد فينا يدور على مصلحته. أنا نافوخي هينفجر. واحدة تعرف إن جوزها هيسيبها ويتجوز غيرها تقوم تسيب له ولادها؟ أنا اللي مستغرب له لما فتحتها في الموضوع كانت في منتهى الهدوء. هي قلبها. تصوري ولا كأن الموضوع يخصها، كأني كنت بحكي لها حكاية واحد صاحبي. منتهى البرود. هو أنا اللي كنت ناعي هم إزاي هفتحها. كنت فاهم إنها هتصور، هتصرخ، هتقلب الدنيا. هو اللي زاد وغطى كمان قال هي اللي هتسيب لك البيت. اسمع يا ممدوح، أنا عايزة أقول لك حاجة. أيوة يا سميحة. أنا مش ممكن أعيش معاك في نفس البيت اللي كنت عايش فيه معاه. مستحيل، بقول لك مستحيل. يا ستي دي مسألة مقدور عليها، ممكن نشوف لنا شقة تانية. إنما المشكلة الكبيرة الولاد دول صغيرين وعايزين رعاية. ولا يهمك يا حبيبي، ما تنعش هم من ناحية الولاد. طارق وهشام في عينيا أنا. يعني موافقة؟ طبعا يا حبيبي موافقة، بس ليا شرط واحد. شرط؟ أيوة، شرط واحد ومستحيل أتنازل عنه. يا ترى إيه هو؟ زي ما قلت لك، مش ممكن أعيش معاك في نفس البيت حتى لو كان ده هيعطل جوازنا سنين. ما أنا لو كنت عارف إن ده هيكون موقفها ما كنت صرحتها قبل ما نلاقي لنا شقة واسعة تكفينا إحنا والولاد. ده صحيح. دي مصممة إنها تسيب البيت النهاردة. يبقى مين هياخد باله من الولاد؟ مين هيراعيهم وأنا في شغلي؟ طول ما أنا معاك ما تنعش هم، أنا اللي هراعيهم. أنتي؟ أيوة. إحنا مش هنعلن خطوبتنا قريب؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص، يبقى ما فيهاش حاجة لما أروح واجي على البيت علشان أخد بالي منهم. أنت كده هتتعبي نفسك. ما فيهاش حاجة، وخصوصا إني ما بشتغلش، يعني وقتي هيكون ملكك أنت وولادك. مبسوط يا سيدي؟ دي آخر حاجة كنت أتصورها تحصل من بني آدم ده. يا بابا، إذا كان ممدوح طلقني فهو ما زال أبو ولادي برضه. سعاد، أنت لسه هتدافع عنه؟ أنا برضه عندي أمل. أمل في مين؟ في واحد يطلق ويخطب مسافة 10 أيام؟ ده زي اللي كان مستني يخلص منك. والنبي يا بابا سيبنا من الموضوع ده دلوقتي. أنا مش فاهم بس إيه اللي في دماغك ده، ولا كأن الموضوع يخصك. يعني هعمل إيه بس؟ خلاص، اللي حصل حصل. اللي حصل؟ لا يا ست سعاد، أنا لازم أطربقها على دماغه. يا الحكاية إيه؟ سايبة؟ قصدك إيه يا بابا؟ القانون هيكون فاصل بيننا وبينه. القانون؟ طبعا. أنا من بكرة هكلم المحامي وهفرجك على ممدوح اللي ما تمرتش فيه العشرة. ويخلصك يا بابا على آخر الزمن.
اقف انا وممدوح قدام المحاكم؟ واحنا كنا ضربناه على ايده وقلنا له طلق؟ انا مش ممكن اوافق على كده. كلام ايه ده يا سعاد؟ انت اللي بتقولي كده؟ طبعا انا زي ما قلت لحضرتك ان ممدوح برضو ابو ولادي يا بابا. يعني هو كان عمل لهم خاطر؟ انا معتبره ان ممدوح بيمر بازمه وان شاء الله هتفوت على خير. يعني خير ده بعد اللي حصل؟ انت متفائله قوي. انت اتضايقت مني يا بابا؟ اتضايقت منك؟ لا يا بنتي، ما تفكريش بالطريقه دي. امال ايه بس؟ انا عايز مصلحتك. مصلحتي انك ما تعملش حاجه من اللي بتقول عليها عشان خاطري. طيب بس على الاقل نبعت نجيب منه الولاد. انا قلت رايي في الموضوع ده قبل كده. ايوه بس دول من حقك دلوقتي. ارجوك يا بابا ما تزودش همي. على راحتك يا ستي، واما نشوف اخرتها. يلا يا طارق، تعال علشان اذاكر لك دروسك. مش عايزه اذاكر. الله، ليه يا حبيبي؟ انا اسمي طارق. طب ليه يا طارق مش عايز تذاكر؟ مش عايز حد يذاكر لي. طيب تعال ذاكر لوحدك. لما احس اني عايزه اذاكر هذاكر من غير ما حد يقول لي. على كيفك يا سيدي، بلاش حاسب بقى، بلاش لعب في الفازة دي. ليه؟ هي الفازة دي مش بتاعتنا؟ عارفة يا سيدي انها بتاعتكم. خلاص يبقى العب بيها زي ما انا عايز. ما انت لو هتفضل تزق فيها بالشكل ده هتقع وتنكسر. وايه يعني؟ بابا يجيب غيرها. هو بعدين معاك، مش تخليك هادي كده وتسمع الكلام من اول مرة علشان احبك يا حبيبي؟ قلتلك قبل كده انا اسمي طارق. الله، انت ليه بتزعلني منك كده؟ انا مش زي مامتك يا طارق. ما فيش حد في الدنيا زي ماما. انا بحبك كتير قوي، قد ماما ما بتحبك تمام. وانا مش بحبك. ايه؟ انا بحب ماما وبابا بس. هو بعدين معاك بقى، انتوا هتجننوني ان كان انت ولا اخوك. ممدوح، ممدوح. ايوه ايه جرى ايه؟ بتزعقي ليه يا سميحه؟ اتفضل يا سيدي، لا عايز يذاكر ولا عايز يسمع الكلام، واكلمه كلمه يديني 10 حاجه تطحق. طيب معلش هدي نفسك. ادخل اوضتك يا طارق عند هشام. والله يا بابا ما عملت لها حاجه، دي كل شويه تقول لي انا زي مامتك. قلت لها مفيش حد في الدنيا زي ماما. في حاجه دي؟ ادخل اوضتك يا طارق وكفايه بقى، عيب. يعني انا غلطان يا بابا؟ طبعا غلطان، وانا زعلان منك ومخصمك. يلا اتفضل على اوضتك. ايه الظلم ده بقى؟ لو ماما كانت معانا كان يحصل كده؟ انت كده مش معقول ابدا. معلش يا سميحه، بكره يتعودوا عليكي. بالتاكيد امهم بتحرضهم عليا. لا يا سميحه ما تقوليش كده. سعاد مش من النوع ده، دي ست عاقله ومتزنه ومش ممكن تعمل كده. انا عارفها كويس. يعني هي عاقله وانا مجنون؟ يا ست انا ما قلتش كده. امال قصدك ايه؟ وبعدين معاكي، احنا هنزعل من دلوقتي. ما هم ولادك مش طايقني يا ممدوح. ما تاخديش في بالك يا سميحه، بكره لما نلاقي لنا شقه ونتجوز ونقعد كلنا مع بعض طول الوقت هيعرفوا انك حليتي محل امهم وهتبقوا مع بعض سمنه على العسل. مش باين. مالك يا سميحة؟ اللي يشوفك قاعدة كده يقول انك شايلة هموم الدنيا كلها على دماغك. والله يا ليلى ما انا عارفة ايه اخرتها. هي ما نصحتك لكن ما سمعتيش كلامي. على كل حال اديكوا لسه مخطوبين، يعني لسه على البر. انتي بتقولي ايه؟ ان كنتوا مش متفاهمين مع بعض كل واحد يروح لحاله. ايه؟ هو يا دار ما دخلك شر. احسن بعدين يا سميحة ترجعي وتندمي. لا يا ليلى، ممدوح انسان طيب، بس الولاد ما عندكيش فكرة. ما هو ده اللي انا كنت عاملة حسابه. عندك امبارح مثلا طارق كان تعبان شوية، جات له نزلة برد، تصوري ما رضاش ياخد من ايدي الدواء ابدا. ياه للدرجة دي؟ ويا ريت على كده وبس، قال طول النهار على كلمة عايز ماما، هاتولي ماما، لحد ما ربالي الصداع في دماغي. وبعدين عملتي ايه؟ اتصلت بممدوح بالتليفون. في مكتبه؟ هعمل ايه؟ بس ما يصحش يا سميحة تزعجيه في شغله بالطريقة دي. المهم فهمته الوضع بالنسبة لطارق، وقلت له يبعت لمامته علشان تجيله، وانا هخرج من البيت على ما تيجي هي. تفتكر يكون رده ايه؟ مش عارفة. قال ايه؟ سعاد في شغلها دلوقت وما يقدرش يخليها تسيب الشغل وتيجي. غريبة، مع انك قلتيلي انها ما بتشتغلش. ما انا كنت فاهمة كده لاخر وقت،
لازم بقى بعد ما انفصلوا عن بعض اشتغلت. هو ده اللي حصل. شفتي بقى؟ طب ودي تزعلك في ايه؟ ايه بقى؟ هي تتخلى عن ولادها وتخطط لمستقبلها، وانا اقعد لها بيهم زي الشغاله؟ ويا ريت كمان طايقني. وبعدين ايه اللي حصل؟ قلت له مادام مش عايز تبعت لها، ها؟ تعال انت وشوف لك حل مع ابنك. إيه؟ احسن ترجع مش هتلاقيني في البيت. يا خبر يا سميحة. ومسافه السكه كان في البيت. انت ما تفهميش حاجه في معامله الاطفال. انت بتسمي ولادك دول اطفال؟ دول عفاريت. انت اللي بتعنديهم. ايه؟ انا بعنتهم؟ طبعا، دول كانوا في منتهى الهدوء والنظام مع امهم. والله ما اعرفش بقى، انا اعصابي تعبت. ضروري اعصابك تتعب لانك دايما بتتخانقي معاهم. انا متحمله اكتر من طاقتي. انا بقوم بدور الام من قبل ما اتجوز، وده مش معقول ابدا. زهقت. ايه؟ كنت فاكر اني هكون اسعد من كده، لكن للاسف. ومين السبب؟ انا ولا اللي مشيلاني هم ولادها؟ والله ما انا عارف انت ولا هي، يمكن اكون انا. مفيش غير حل واحد، هروح لها. هروح لسعاد. سميحة مش معقول. معقول ونص. طب وهتروحي لها ليه؟ علشان اقول لها تاخد ولادها وتسيبني انا وممدوح في حالنا. ده انا ولا كأني مخطوبة. انت اتجننتي يا سميحة. ثم ان ممدوح مش ممكن يوافقك على كده. ممدوح مش هيعرف حاجة، انا ما خدتش رأيه وهاخد رأيه ليه؟ دي حياتي انا. سميحة اعقلي يا سميحة يا اختي. هو انا بقى فيا عقل؟ دول جننوني. انت ناسية انهم ولاده. هو انا كمان خطيبته وليا حقوق عليه. اهلا وسهلا، انستي وشرفتي. انتي شايفة كده؟ طبعا، ودي فرصة عشان اشكرك على رعايتك للولاد. دول كل ما يزوروني ملهمش سيرة غيرك. من غير لف ودوران، تسمحي نتكلم بصراحة؟ انا تحت امرك. تقدري تقولي لي ليه مش عايزة تاخدي ولادك؟ ممدوح عارف السبب. احب اعرفه منك، واظن ده من حقي. مصلحة الولاد انهم يعيشوا مع ابوهم، وكمان هو متعلق بيهم قوي. وانا ماليش اعتبار؟ ايه ذنبي علشان انشغل بيهم وينغصوا عليا حياتي؟ غريبة مني انا ولا منك انتي؟ طب هدي نفسك امال. انتي مش شايفة انك عصبية شوية؟ ما انا مش ممكن اهدى الا لما اشوف حل للمشكلة دي. غريبة انك بتسميها مشكلة. طبعا، ما هي بالنسبة لك مش مشكلة، انما بالنسبة لي انا مشكلة و60 مشكلة كمان. مع اني عرفت من ممدوح انك متفاهمة معاه. هو بحبه جدا، وهو كمان بيحبني. مادام بتحبيه يبقى المفروض ان الولاد ما يشكلوش مشكلة بالنسبة لك. تسمحي بقى تفسري لي الفزورة دي؟ مش فزورة ولا حاجة، الحكاية وما فيها ان ممدوح عارف كويس اني ما تخليتش عن ولادي. ما تخليتيش عن ولادك؟ طبعا، انا فضلت مصلحتهم وتحملت حرماني منهم. وما دام انتي بتحبي ممدوح يبقى المفروض انك تحبيه كله على بعضه، وما تفصليش بين ممدوح الخطيب وممدوح الاب. ايوه، بس انا لسه صغيره وحرام ابتدي حياتي بمتاعب الولاد ومشاكلهم. انا اعصابي تلفت. زي ما قلتلك، اللي بيحب يحب الكل، ما يحبش جزء ويسيب جزء. لو كنت بتحبي ممدوح صحيح كنت تحملتي معاه مسؤولية ولاده. انتي ذكية قوي واستغليتي ذكائك. انتي صحيح ما تخليتيش عن ولادك، انتي بالطريقة دي كسبتي الموقف. انا مش اكتر من اني حاولت ادافع عن بيتي، ادافع عن كياني من غير ما افقد اعصابي. تصرفك كان في منتهى العقل والحكمة. ممدوح مر بفترة حرجة في حياته معايا، حس اني ماليش لازمة في حياته. صحيح جرحني، لكن انا برضو كان لازم اتحمل، ده مهما كان ابو ولادي. يا ترى كنت واثقة من النتيجة؟ انا قلت اسيبه للتجربة وما اقفش عكس التيار، وخليكي انتي كمان قدام اختبار صعب. اختبار؟ ايوه، قلت لنفسي اذا قبلتيه بمسؤولياته يبقى صحيح بتحبيه الحب الحقيقي، الحب اللي ما يفرقش بين العاطفة والمسؤولية. انتي انقذتيني من ورطة كنت هقع فيها. انا منكرش اني حبيت ممدوح، لكن دلوقتي انا متأكدة اني ما حبيتهوش الحب الحقيقي، وبيتهيألي ان هو كمان ابتدى يفهم كده. ممدوح كان بيدور على شبابه معاكي، احنا اتجوزنا صغيرين وتحملنا المسؤولية بدري،
وهو فاهم انه بارتباطه بيكي ممكن يهرب من مسؤولياته. قمت انت بذكائك حملتينا المسؤولية احنا الاتنين. ما تنسيش اني عشت المدة دي على اعصابي، وكان سلاحك حبك وثقتك بنفسك. تقدري تعتمدي عليا. اعتمد عليكي؟ ايوه، ممدوح مش ليا ولا انا الممدوح، وزي ما دخلت حياتكم فجأة هنسحب فجأة. ما تقوليش حاجة، انا اللي عايزة اقولك افتحي قلبك لممدوح من جديد. اللي بيحب حب كبير بيغفر اخطاء كتير، وانا ما اتصرفتش بالطريقة دي الا لاني بحبه وبحب بيتي وولادي. عشان كده انت اللي نجحتي في الاختبار.